بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهارده هنعمل مع بعض الروتين اليومي بتاع يوم الجمعة. اول حاجة حطيت الغسيل في الغسالة، ابتديت الم الغسيل قبل الطبيخ. انا في يوم الجمعة ما بمسحش ولا كده، بيكون الم غسيل او شورو او احط غسيل في الغسالة، وبعد كده الطبيخ، وبعد كده تلميع شقة عادي، تلميع خفيف كده، عشان بحب اخلص قبل صلاة الجمعة. كده حطيت الغسيل في الغسالة، الغسيل الالوان. بيكون يوم الجمعة يوم خفيف، ما بحبش اكشر فيه شغل عشان افضل بدري قبل صلاة الجمعة. ايه. بعد ما حطيت الغسيل ابتديت اطبخ. النهارده الطبيخ عبارة عن سبانخ ومكرونة وملوخية خضراء واللحمة. كده جهزت الحلة وحطيت، ابتديت احط السبانخ حلة عشان اغسل فيها السبانخ كويس. بجد السبانخ من الاكلات المفيدة خالص لينا ولأطفالنا. فيها كمية حديد حلوة خالص، واللي عندي أنيميا تحاولي تأكلي أولادك السبانخ وتعوديهم من الأول. ولازم السبانخ تفكيها من الرباط ده وتغسليها كويس خالص. أهم حاجة غسيل الخضار كويس. بنغسل الخضار مرة واتنين وتلاتة، بنغسله كتير، وبعد كده بحاول انقعه في الخل، لان الخضار فيه كمية تراب وبيتعرض كذا حد بيمسكه، وانتوا عارفين الكورونا واحوالها، فلازم يتغسل مرة واتنين وتلاتة. بجد الخضار يا جماعة والفاكهة لازم نغسلها كويس. انا فكيت ربط السبانخ وغسلتها كويس خالص، وفكيتها من بعض. بغسلها كتير كتير لغاية لما بحس المية صافية خالص، وبعد كده بحط خل مرتين واغسلها كذا مرة. بعد ما خلصت السبانخ وغسلتها، انا هنا بعمل السبانخ بالبصل مش بالثوم. بعد كده انا بحط الطماطم زي ما انتم شايفين، بقطعها نصين وبنضفها كويس وبحطها على النار، وبعد كده بضربها بالهاند بلندر بطريقه سهله خالص بجد. يعني على ما تستوي كده بضربها بالهاند بلندر. بعد كده بجيب السبانخ وبقطعها زي ما انتم شايفين كده على الصينيه بالطريقه دي، بعد ما غسلتها ونضفتها كويس خالص. كتير من اولادنا واحنا ما بنحبش السبانخ كتير كتير، بس بجد السبانخ مفيدة جدا لعلاج للأنيميا. حاولي أول ما تعملي السبانخ تعملي طبق لكل واحد، كل فرد من أفراد الأسرة، ويشربها زي الشوربة بتيجي بيها، حتى لو ما بيحبهاش تعوديه إنه يشرب السبانخ دي. بجد مفيدة جدا. أنا عن نفسي ما كنتش أحبها، فحاولت أكلها، عشان طبعا اغلبيتنا الهوموجينيين عندنا نقص قليل جدا، وعند اطفالنا اي حد بيروح يعمل تحليل الانيميا بيكون نسبة الهوموجينين قليلة خالص. انا بقطع السبانخ اهو بالسكينة. طبعا كل بلد ليها طريقتها في السبانخ. في ناس بتسلقها سلق عادي زي الملوخية، وفي ناس بتعملها بالثوم، وفي ناس بتعملها بالبصل والثوم مع بعض. انا بحبها بالبصل، بجد طعمها بقى جميل خالص. كل واحد وعلى حسب ما تعرف. انا خلصت كده السبانخ، تقطيع السبانخ، بعد كده بنعمها بالمخرطة زي الملوخية بالظبط. بحاول انعمها، وفي ناس بتنعمها بالسكينة. هنا انا بنعمها بالمخرطة. ولو كمية قليلة من السبانخ وكوبايتين 3 ممكن تغسليها كويس، وبعد كده تخرطيها على طول من غير ما تقطعيها بالسكينة.
لان السبانخ الورق بتاعها طري وسهل جدا بالمخرط اهو. بحاول انعمها يعني، مش بنعمها جامد، حاجه بسيطه كده. وهي شكل السبانخ بعد ما خلصتها يعني مش بتنعم زي الملوخيه، بتكون مش ناعمه قوي زي الملوخيه. وبعد كده هي الطماطم والبصل مع بعض. دلوقتي احنا هنضيف شويه رز صغيره، شويه صغننه، ما تكتريش لان الرز لما بيزيد مع السبانخ ما بتكونش حلوه. شويه صغننه خالص. وبقلب وبحط التوابل، بحط كزبره ناشفه وفلفل اسود. شايفين الصلصه بتاعت السبانخ سميكه، مش ماهيه كده وخفيفه. حطيت كزبره ناشفه وبعد كده بحط الفلفل الاسود. والسبانخ دايما بتحب الشوربه الدسمه، عشان كده حطيت في اللحمه شويه وحدتين مواسير عشان تدي دسامه كده للشوربه. وبعد كده كنت ارطفت الملوخيه وغسلتها كويس. طبعا ناس كتير يا جماعه بلاحظ ما بيغسلوش الملوخيه، بجد غلط. انتي لما بتغسلي الملوخيه مره واثنين وثلاثه بتطلع ما اقولكمش، انتوا بتشوفوا طبعا وعارفين طينه فظيعه فظيعه. ولازم نهتم بغسيل الخضار والفاكهه. هنا حطيت السبانخ على الطماطم مع الصلصه. وطبعا الرز اهو مش باين، مش كتير، ما تكتريش الرز في السبانخ، بيديهاش طعم حلو. في ناس كتير طلبت مني الخبيزه، وان شاء الله قريب هننزل الخبيزه ولا اهو. السبانخ هنحط شوربه، هنضيف الشوربه على السبانخ. ما بتاخدش وقت كبير في السوا، حطيت الشوربه مش بتاخد شوربه كتير وما بتاخدش وقت في السوا، يعني حوالي 10 دقايق كده وربع ساعة وبندفع عليه. ممكن كده الخضار انا عملت ربطة شبت وربطة كزبرة. الشبت بيدي ريحة وطعم جميل خالص للسبانخ، بضيفه هنا للسبانخ. ما تحطوش على طول، استني شوية بعد ما تحطي السبانخ عشان ريحة الكزبرة والشبت تكون فايحة كده وطعمها حلو في السبانخ. واهم حاجه يا جماعه السبانخ ما تتضغطش في حله ألمونيوم، دايما ستانلس او صاج، لان السبانخ بتتفاعل مع حله الألمونيوم. بعد كده خلصت الغسيل وابتديت انشر اهو. كله ده قبل صلاه الجمعه، بحب اخلص بدري عشان الصلاه، بحب يكون خفيف يوم الجمعه. المنشار بتاعي مش على البلكونه، ما بحبش انشر في البلكونه، انتوا طبعا عارفين التراب وكده بره. فانا حاطه في منور عندي في شباك الصاله اهو، شباك اوضه النوم، حتى منشر اهو. خلصت نشر الهدوم. طبعا ملاحظين ان الهدوم كلها صبياني، انا معيش بنات الحمد لله. خلصنا الغدا اهو. عامله مكرونه وملوخيه خضراء وهي لحمه، ومع اللحمه عامله طحال سلقاه ومحمراه عادي، والعيش الشمسي طبعا حاجه محصلتش. شايفين الملوخيه ومكرونه محمره بالشوربه وجرجير من غير. وده كان يومنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. يوم بسيط، انا ما زي ما قلت قبل كده مش بكتر فيه شغل عشان يوم جمعة. يا رب يكون عجبكم. اللقاء في فيديو اخر، في رعاية الله.
بس